عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. النهارده هنعمل روتين صغير كده على قدنا. انا عملت الاوضة بتاعت عيالي بتاعت بناتي وكده، وانا مستنية دلوقتي هخلصها وهفرشها معاكم واكنسها واخلصها ونخش المطبخ دلوقتي نشوف ايه اللي ورانا بقى. فدلوقتي بقى هنفرش الدفاية. شلت الغسيل، احنا عندنا غسيل كتير جدا، فبرضو كل حاجه بتتعمل قدامكم حالا اهوت. وبشارككم ما تنسونوش في اللايك والاشتراك. دلوقتي بقى خلصنا اهوت وهكنسها ومستنيه تعليقاتكم. ودوسي على الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد، ومحتاجه الدعم منكم. اهوت دلوقتي اديني خلصت كل حاجه اهوت. خلصت الاوضه دي الاهم. معلش ما نزلتلكمش الفطار لان جوزي كان موجود ويا دوبك فطر وراح نازل بسرعه ومعرفتش بقى ابدا معاكم فيديو، فقلت ايه اخلص معاكم اوضه الاطفال ونشوف ايه اللي ناقصنا تاني. ودلوقتي بقى هلم عندي شويه غسيل حلوين. فانا دلوقتي خلصت ووريكم السرير اهوت. دلوقتي بقى هكنس. واديني اهوت ونخلص مع بعضينا. حبيت اشارككم معايا اليوم. هي النهارده هي دي بس متبهدله معايا. اهو اديني رجعت لكم اهوت وخلصت الاوضه كلها. دلوقتي بقى هنعمل حكايه المطبخ حالا. هنشوف ايه اللي ورانا في المطبخ. والحمد لله اهو خلصنا. يا رب يزيدها علينا صحة وعافية يا رب احنا كلنا. يا رب يدينا الصحة لأولادنا. معلش عشان مش عايزة اطول عليكم الفيديو. انا دلوقتي دول انا غسلهم من امبارح بالليل. كان عندي شوية ناس كنت عاملة اكل فمعلش معرفتش انزل لكم. دلوقتي بقى هعمل معاكم غسيل المواعين. انا طبعا عندي اكل من امبارح، عندي كشري وما عرفتش معلش حقكم عليا. كان عندي ناس كتير قوي امبارح وكنت عامله كشري، قلت هو الكشري اللي هيرمي معايا بصراحه بمناسبه ان الفراخ غاليه والدنيا نار، فقلت ايه هنمشيها على قد ايدينا. والحمد لله واتقضت وبقت زي الفل. فانا دلوقتي بقى بقيت ايه هخلص المواعين والحمد لله والله ربنا كريم. امبارح انا كنت شايله اليوم يعني حاسه ان هو كان يوم تقيل، بس سبحان الله خلص بحلاوه والناس اتبسطت من الاكل. وكانت اختي جوزي كانت موجوده وكنا كلنا متجمعين وعمة جوزي، وبصراحه الاكل كان جميل جدا. فقلت ايه بمناسبه بقى ان الدنيا غلا واللحمه انت بتجيبي الكيلو اللحمه ب 300 جنيه والفرخه الكيلو منها ب90. فطبعا بقى قلت ايه لا فين بقى النجده وفين اللي على قد ايدينا والكلام دوت. بصيت لقيت بقى مفيش غير ايه غير الكشري بصراحه، وهم من عشاق الكشري. واختي جوزي كانت نفسها فيه ورحت عاملاه لها بصراحه. قلت خلاص يبقى ايه يبقى هي جت من عندها بقى اعمل لها حبه كشري والحمد لله واتقضت وكانت زي الفل. فقلت ايه هنقضيها. والنهارده بقى هقضي بقى ببواقي الاكل. مش مشكله انا بشارك معاكم كل حاجه عشان انا كل حاجه انا بعملها في بيتي هو دوت اللي انتوا شايفينه.
يعني انا ولا بقل ولا بزيد، ده انا كل حاجه ببينها لكم، ولا اللي انا بتمنظر ولا الكلام دوت. لا، اللي ربنا بيقدرنا عليه بنعمله فبنعمله. احنا مش كل يوم هيبقى حلو، يعني احنا مش كل يوم فراخ وكفته ولا الكلام ده كله، لا احنا يوم كده ويوم كده، خلي الحياه تمشي. احنا لو عملنا كل يوم فراخ وكل يوم الكلام ده كله، الحياه مش هتمشي معانا، والدنيا بقت غلا وحرام، فحرام يعني. فربنا يا رب يسترها علينا، واهو الحمد لله كل نعمه ربنا حلوه. دلوقتي خلصت اهوت الفيديو والحمد لله، معلش طولت معاكم واديني خلصت. هغرف بقى لعيالي يتغدوا، بس اغسل الحوض كده واخلي الدنيا كده تشرح القلب كده تبقى زي الفل. والحاجه النظيفه صدقيني والله بتحس ان البيت طول ما هو نظيف الرزق والخير وكل حاجه بتتملى، والحمد لله على رزقه. رزق ربنا يا رب، ويرزقكم جميعا يا رب العالمين ويوسع عليكم. ما تنسوش في الاشتراك واللايك بعد اذنكم عشان يوصل لكم مني كل جديد. ودلوقتي بقى هعمل لكم باذنك يا رب، هغرف بقى لعيالي ياكلوا يتغدوا عشان هم ما كلوش، بمناسبه ان احنا الساعه اصلا 5. فهو اديني خلصت المواعين وخلصت الدنيا وبقت زي الفل. هغرف بقى لعيالي ياكلوا كله على بعضه، وطبعا دي هتعجبكم. بعد كده باذنك يا رب انا هحطها لما اجي اعمل وكده، هبقى انزل لك انك ازاي تعملي كله في حله واحده. واديني غرفت انا عيالي جايبين صحابهم النهارده وقاعدين بيلعبوا، فانا طبعا يعني هحط العيال ياكلوا، هم مش هياكلوا، فطبعا لازم احط برضك لاصحاب عيالي. فطبعا ورحت عامله لهم الكشري كده بقى بتاعت بواقي امبارح، وقلت نقضيها النهارده، وبكره بقى باذن الله هعمل لكم فيديو جديد. وما تنسونوش في الاشتراك واللايك عشان يوصلك مني كل جديد، واسيبك في رعايه الله.